جغرافية جسر الشغور وجبل الأكراد والأصح جبل الكرد وبعده عن عفرين. يا ريت تفصلنا هالموضوع، تفضل. ايه ماشي استاذ. جبل الاكراد يبعد عن عفرين تقريبا مسافة 100 كيلو متر. هلا بالنسبة للطريق من جبل الاكراد لعفرين المشكلة متشعب، يعني بدل ما تروح من بيروحوا على الطريق العام الى ادلب، من ادلب على باب الهوى، على دارة عزة، على غزاوية، باسوطة، الى عفرين. الطريق الثاني من جسر الشغور الى سلقين، الى حارم، الى باب الهوى، وهو طريق شائك جدا، يعني وعر كثير. للاسف بالنسبة لعفرين إلى جبل الكرد بهالخط اللي أنت حكيت عنه 100 كيلومتر من عفرين إلى جسر الشغور، عندكم قديش المسافة؟ قريب تقريبا بال100 كيلومتر كمان، لان جبل الاكراد وجسر الشغور قريبين على بعض كثير، يعني جغرافيا واحدة تقريبا. هذا قصدي انه جغرافيا وحده، المناطق اللي تفصل بيناتهم شو هي المناطق اللي تفصل بيناتهم؟ المناطق جغرافيا جبل الأكراد ينتهي بهضبة القصير عند منطقة دركوش، وجسر الشغور عبارة عن صار على ضفاف نهر العاصي. شرقي نهر جسر الشغور سهل الروج، والجبل الوسطاني يمتد من عنا، يبلش من ضيعتي سلة الزهور إلى حارم، إلى باب الهوى، بينتهي بعد باب الهوى ببلش جبال سمعان أو جبال ليلان. يعني الواسطة بيننا وبين عفرين هي الجبل، نهاية الجبل، يعني نحن بأول الجبل، هن بنهاية الجبل، ببلش منطقة عفرين وجبال ليلان. طبعا الأكيد أنه درقوش هو سهل أو دركوش صار بمنطقة بين جبلين. يعني سهل، هو سهل درقوش؟ لا مش المدينة صار بين جبلين على نهر العاصي، وبعد منها ببلش سهول الريحانية، وهي سهول تزرع بالرمان. درقوش أهلها كرد لأنه الاسم كردي. درقوش ما هو عندي، مهد الأولاد. بعرف صحيح هو الاسم كردي، بس ولكن ما عندي معلومات عن التركيبة السكانية هناك، ما سمعت انهم، يعني ما عندي معلومات عنهم يعني كونهم فينا كرد او عرب. يعني في سهل الروج بالمطلق روج، يعني روج هو اليوم روج. سهل روج تسمية قديمة جدا، ربما ترجع لأيام الميتانيين، قديمة كتير، يعني قديمة جدا هاي التسمية. لهيك فواز عنتراد عم يأكد أن الكرد متواجدين في تلك المناطق قبل صلاح الدين الأيوبي، طبعا قبل صلاح الدين الأيوبي. إذا طبعا مابوست الحضارة الحسية كانت واصلة لحمص، لتل قادش مثلا. الحضارة الهورية كانت واصلة لعنا كمان، هي قديمة كتير. يعني حتى أوغاريت كانت تركيبتها السكانية أغلبيتها 40% أو 30% هن من الميتانيين. نصل لخلاصة أنه جبل الكرد جسر الشغور مع عفرين بشكلوا منطقة واحدة. قريبين على بعض، قريبين كتير. هذا قصدي. بس بدي الفت نظرك لشغله. راح اعطيك بتاريخ مفصل بعام 1700 او 1690 وبعد. كان حسن ابن رستم آغا الكردي جاب الضرائب، مسيطر على الطريق التجاري من بنياس إلى أنطاكيا، التبغ يعني الدخان. وهو من بنى الجامع الكبير. الوالي كان بجسر الشغور سنة 1700 وشوي، 1713 أو 1707 بهالتاريخ تقريبا. كان الوالي محمد الكوبرلو. كوبرلو اسم تركي بمعنى الجسر. بنى الجامع بجسر الشغور من أمواله الخاصة. بعدين امتنع عن دفع الضرائب، وهاجم مرة تاجر كان عم بيجيب عم بيزور أخطاياته بمنطقة جسر الشغور، وأخفق الهجوم. المهم بعدين هاجموا الأتراك وقتلوه. بعدين أولاده وأحفاده استرجعوا الأملاك وظلوا لأواخر العهد العثماني. بعدين استلم آل نوري الحجي إمارة جبل الأكراد. طبعا تاريخ نور الحجي معروف، مواليده 1886، وفاته يمكن 1900 يمكن 60 أو 63 بهالتاريخ تقريبا يعني. وهو كان عضو عن جبل الأكراد بمجلس الشعب.
هاي لمحة عن جبل الأكراد مؤكدة، يعني من 1700 فما بكر ضيعتي بعرف. أجدادي، أنا جدي الرابع إجا من ديار بكر، جعفر بن إبراهيم آغا الخليكي من ضيعة اسمها الشعبية. أخونا جدنا لما سكن بحماة ضل على تواصل معنا. نحن وأهل العران على تواصل، نحن وأهل عفرين على تواصل، نحن وأهل راس العين الملة درويش بدرباسية وسريكانية على تواصل، ما انقطعت الاتصال أبدا. أهل العران يعني لما بيصير مثلا دفع مدة أو بيصير مشاكل أو بيصير تعزية، بتلاقي الأكراد بيلتفوا من كواني، من ريف حلب، من عفرين، من حما. يعني هاي العلاقات أنا عم بحكيك عنها تاريخها يرجع ل 200 سنة تقريبا، قديمة كتير. يعني العلاقات ما انقطعت بيننا وبين أهل حما وبين أهل تل عران وبين أهل عفرين. أما هن بجبل أكراد كان للأسف كان في انقطاع، لأن كانوا من زمان جايين، بينما نحن بريف جسر الشغور الشرقي بيعرفوا أقربائهم أولاد عمهم، والعلاقات ضلت متواصلة، وبيتبادلوا نسوان مع الكرد بحما والقرى المجاورة. فاللغة الكردية ما زالت عندنا موجودة، العلاقات ما زالت موجودة، بينما بجبل الأكراد للأسف العلاقات كانت مقطوعة مع الوسط الكردي. أول سبب هو عدم التواصل. يا ترى صحيح. طبعا أكيد إجراءات الأنظمة العربية المتعاقبة، الحكومات العربية المتعاقبة على سوريا بشكل عام والجبل بشكل خاص، هن كمان أكيد ضيقوا عليهم بالتأكيد. يعني صحيح. خبرت الشباب هنيك إنه صدقا لو ترجعوا للغتكم النظام راح يحاربكم بهالموضوع هذا. أستاذ عبد العزيز الحجي كان له دور كبير بإرجاع القومية الكردية، إرجاع الثقافة الكردية، وكان يحضر أعياد نوروز، وكان يحضر منتديات، وكانوا كتير من أولاد عمنا يحضروا عنده بالبيت. يعني الزلمة ضحى كتير، الله يرحمه. الله يعني يرحمه. كان اي الله يرحمه، كان يعني على طول اولاد عمي من حما وعمي كثير كانوا، يعني كثير من الكرد اولاد عمنا حتى بعفرين بيعرفوه. وفي ابن عمي من بوراز كمان استاذ عبد الرزاق كمان اجى لعنده على سلمى. يعني كان بيته عباره عن منتدى للتعارف بين الكرد جبل. وفي كثير شباب من كرد الجبل كانوا يروحوا يحضروا اعياد نوروز وكانوا يروحوا على عفرين. بس هدول ما يعني ما بيمثلوا نسبه كبيره للاسف. العثماني، يا ترى بالعهد العثماني كان في تضييق على الجبل وجسر الشغور على الكرد بهذيك المنطقة مثل زمن الحكومات بين قوسين العربية؟ والله ما عندي معلومات استاذ، بس انا عم اقول لك ايام حسن ابن رستم آغا الكردي هو كان مسيطر على الجبل، وكان جاب الضرائب وبيجمع الضرائب وبيعطيه للدولة العثمانية، وكان في أرباح كتير، وكان يعني زلمة فاعل خير، وكان الكرد كلهم تحت حمايته. وكان بيعمر يعني الجامع الكبير بجسر الشغور أنفقوا على حسابه. يعني صحيح كان الوالي محمد الكوبرلو، بس على حسابه الخاص هو اللي كان هو اللي دفع المصاري وعمر الجامع، والجامع ما زال موجود. يعني له ايادي كثيره. بس بالنسبه للتضييق ما عندي علم بهيك موضوع. ما يعني عندي هلا علم. هلا فينا نتوصل انه الى قناعه انه بالعهد العثماني، العهد ايه. العثماني يعني كبير الجبل والجسر، كبير الكرد كان كردي، اغا آه، كردي. ما جغرافيا هي جسر الشغور ضمن جغرافيه جبل الاكراد، يعني صايره غرب العاصي صح. صح. جغرافيا. فاول من سكن الجسر الشغور هن عائلات من جبل الاكراد نزلوا. وفي من المناطق مثلا في مسيحيه ارمن. وكان عدد السكان اللي تصور يعني ايام هذيك لما بنى جامع حسن ابن رستم اغا الكردي، يعني عدد جسر الشغور هذيك الايام لا يتجاوز ال1000 او 1005 سنه 1700. يعني ضيعه، هي ما كانت مدينه. هو السؤال هو مبين انه معشعش براسهم انه الكرد ملحدين او شيء. طب خيو اوكي، حتى لو الكردي كان ملحد، انت يا كردي يا مستعرب، حتى لو الكردي كان ملحد، انت راح تغير دمك، راح تغير اصلك. انا ما فهمت شيء من عقلك. يعني انت يا كردي يا مستعرب. هذا من الجهل، بدي اقول لك شغله ما مستاهل. انا دارس شريعه ودارس لغه عربيه ودرست لغه كرديه وفارسيه، درست كثير. العقل الانسان بيستوعب كثير. في ناس عقلها محدود ما بتستوعب، ما عندها علم. يعني بدي اعطيك مثال، في ناس بتقول لك عن الاكراد ملحدين وهو لا يعرف شيء عن الاكراد. كيف ترميهم بالالحاد وانت لا تعرف شيء عنهم؟ كيف؟ بالضبط.
بالضبط. انا مثلا بدي اعطيك مثال ممثل، احد المريدين مثلا بيكره الشيخ الفلاني، ليش؟ بتقول له والله، بيقول له لاني شيخي بيكرهه. طيب انت قرأت افكاره؟ قرأت كتبه؟ بيقول لك لا والله. هذا اسمه الجهل الممستى، يعني الجهل الاعمى. فواز عنترات عم يقول يا جماعة نصف سكان جبل العلويين كرد. محمد بقى بدي رد على فواز. فواز اخي فواز، العرب بغزوتهم الاولى القميئه بحجه نشر الدين الاسلامي، العرب اصلا وجودهم فقط في الجزيره العربيه، اليمن وعمان. كل شيء انا كتبت قبل يوم، كل شيء برا الجزيره العربيه بشبر واحد محتل من قبل العرب. ما يسمى بالوطن العربي هو اصلا ذو اقليه عربيه. يعني من وين مثلا تجيب لك عرب بمصر؟ عرب اقباط، وبشرق مصر هن عباره عن امازيغ، حوالي 8 مليون كردي في مصر. تونس، الجزائر، مغرب، امازيغ هدول. يعني مش، ولا فلسطين ولا لبنان ولا الاردن لا غيرها مش عرب، ولكن في قسم من العشائر العربيه اجت استوطنت في بلادنا، بلاد الكرد، بلاد الامازيغ، بلاد الاقباط، بلاد بني اسرائيل. فهن اقليه ولكن حاكمين بحجه الدين طبعا، والدين صار بالنسبه لهم درج، عن طريقه داسوا على رقاب الشعوب الاصيله. انت معي استاذ موسى؟ انا معك ما مستاهل. بدي اعطيك مثال، مثلا ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما اعتنق الاسلام سلمان الفارسي، لما سلموه مثلا سلمان العربي، ضل على قوميته ما تغيرت. الرسول كان جابان، موجود وقتها. ايه جابان الكردي، بلال الحبشي، الصهيب الرومي، مثلا البخاري اللي كاتب الحديث من بخارى. فلازم من اصول الدين، من الاصول الدين تتمسك بقوميتك. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والدليل الثاني: ومن اياته اختلاف السنتكم، يعني اللغه ايه من ايات الله. يعني انت لما نشوف انسان عم يحكي بلغه انت ما بتفهمها، معناتها هذه ايه من ايات رب العالمين. اللغه منزله من رب العالمين وليست من اختراع البشر. تمام. هو محمود محمد عم يقول كان للملالي والشيوخ المصطنعين يعني التابعين للدولة العثمانية دور كبير في اتجاه لتعليم اللغة العربية، لغة القرآن. يعني أنا شايف عند جماعتنا كمان الكرد المستعربين انه بيفتخروا انه مثلا اللغه العربيه يعني شيء عظيم. اوكي، اللغه مثل بقيه اللغات فقط لا غير، يعني مثل ايه بقيه طبعا اللغات طبعا معظم طبعا كلماتها. طبعا اللغه. يا استاذ موسى، معظم كلمات اللغه العربيه يعني مقتبسه من بقيه اللغات، من الكرديه، من الفارسيه، من الاراميه، من العبريه. تفضل قارن بين اللغه العربيه طبيعي واللغه طبيعي العبريه. طبيعي 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 يا استاذ. انا من خلال دراستي باللغه العربيه اللغات تتلاقح، يعني باللغه العربيه حتى بالقران مثلا كلمه الفرزدق، السندس، الاستبرق، هذه كلمات ليست عربيه. مو بس هيك يا جبريل، امام استاذ، في مئات الكلمات. جبرائيل، جهنم نفسها، بعد اذنك، جهنم جهنم، جهنم امين كلمه امين. آمين مش عربية، آه. يعني لا عادي تعملوا عادي عادي، اللغات ما مست اللغات تتلاقح، طبيعي طبيعي، اللغات تتلاقح. الشعوب القومية هي من وضعت هذه الحواجز، بينما اللغات تتلاقح. نحن لو ننظر مثلا إلى سويسرا بتلاقي مثلا إيش قد في قوميات، إيش قد في لغات، الناس كلها بتحترم بعضها. إلا للأسف بالشرق الأوسط للأسف صراع من لا شيء، يعني بيعادوا بعض من لا شيء، بيعادوا بعض. مزبوط. أنا ما عاصرت أجدادي. تفضل. شفت الفتاة اللي عندنا اللي كانوا يحكوا كردي يعني، ايه. والنساء اللي كانوا بيحكوا كردي كانوا بيعشقوا اللغة الكردية، يعشقوها. يعني لما كانوا يجوا لعنا أهل كوبني بيشتغلوا بالحفارات يتكلمون معهم باللغة الكردية، أهل حما، أهل كوبني، أهل تل عرم، يتواصلون باللغة الكردية. بتلاقيه يعني بينبسط كتير لما بيحكي كردي، بتلاقيه متمسك بقوميته بشدة. بس للأسف تلاقي الإنسان لما يفقد لغته شوي شوي بيضيع، للأسف بيضيع. صح، لانه انا شفت كمان بقريه الكفير، نشرت عن الكفير، فشاب كتب قال نحن كرد ونفتخر بكرديتنا يعني بشكل كبير ما شاء الله، بالجسر طبعا، الا باستثناء قريه معينه اسمها بلو، ومعربينها البشيريه، واهلها صاروا يزاودوا على العرب وهن مو عرب. وانا نشرت عنهم فيديو، والفيديو راح يضل
افتح كاميرا الكرد يقولوا ايه جوتن لرو جنها عفو. انا نشرت عن ضيعه وراح تضل وصمه عار على اهل هذيك الضيعه لانهم صايرين مستعربين. وهلا عم شوف شاب منهم داخل على المجموعات ويعلق ويقول ترى نحن من القبيله الفلانيه والعشيره الفلانيه العربيه. تخسوا ايه والله اذا هيك يتركوا اصلا. ابو الصبحي عم يسالنا سلامات ابو الصبحي، عم يقول يا اخي ليش ما صار عندكم مدارس الكرد بجسر الشغور يا ابو الصبحي؟ الله يخليك، ليش في عندنا مدارس لغه كرديه النظام كان يسمح لنا الا بالفتره الاخيره. انا كنت مدرس باللغه الكرديه من سنه 2005 تقريبا. طبعا بالسر، بشكل قاتشاغ مثل ما يقولوا، مو رسمي. بشكل سري طبعا. هذا قصدي سري. ايه، تخرجت كثير شباب كانوا يتواصلوا بالشباب بالجامعه، كانوا يتواصلوا باللغه الكرديه. ايه ايه هلا محمد بكر محمد بكر كاتب عن نفس نعم. القريه. شوف، ايه كاتب عم يوجه لي الكلام. ما مستعلي هذاك اليوم وقت نزلت عن قريه البشيريه انه كرد، كم واحد جاوبني انه بالقريه البشيريه ما في كرد، وانا باكد انه البشيريه هم كرد، والي معارف هنيك بيت سليمان. طبعا محمد بكر اخي هن كرد 100%. وانا لما عملت الفيديو ذكرت مصادر كمان، يعني في مصادر، مو قصه والله من عندي انا جبت معلوماتي من مصادر. يصطف له ما مستوى. نحن بكرد جسر الشغور معروفين، يعني مثلا سلة الزهور، بزيت، الكفير، هدول متحدين من مئات السنين مع حتى مع جبل الأكراد. بدي أعطيك مثال، مثلا مرة قبل 100 سنة تعرضت ضيعتنا للخطر، نزل 1000 فارس أيام نور الحجي لعنا على بزيت 1000. ايه الله يرحم الف رحمه على روحه ابو عبد ايه العزيز، صح. طبعا. بعدين الكرد ولعنا اولاد اغوات، ما اولاد ناس عاديين يعني. بعدين مثلا بدي اعطيك مثال، مثلا قرانا ببزيت، سله الزهور، المشير في الكفير، هذه اراضي طابق اخضر للكرد. يعني الاغوات ممنوع كانوا يقربوا على اراضي الكرد. تمام. هلا ابو الصبحي مبين ابو الصبحي انت من وين؟ يا ريت تجاوبنا. ابو الصبحي كاتب ايه هلا عم احكي انه جدي وحبابتي كانوا يحكوا كردي بس نحن ما تعلمنا. انتوا اللي وين بده ما مست اللي بده يتعلم كردي انا موجود، يتواصل معي على الصفحه، انا راح بلش جاوبه. اذا كان من معمل السكر، من الكفير، من بزيت، من اي قرى كرديه راح جاوبه. وانا في كتير عائلات ما فيني احكي عنها، يعني كونهم هن بقرى مثلا، عايشين بقرى ليست غالبيتها كرديه. ابو يعني الصبحي مثلا من في الكفير، ابو الصبحي من الكفير، يا اهلا وسهلا من العم. ابن عمي اهل الكفير، اولاد عمي، اولاد عمنا اهل الكفير. اي والله، تحياتي لاهل الكفير. بدي منك بس توجه رساله لكردنا المفتخرين باصلهم الكردي واللي بيقروا باصلهم الكردي ولكن ما بيعرفوا كردي. يا ريت توجه لهم رساله مشان تعلم اللغه الكرديه. وليكو وجهت بلال محمد لهم كمان ما كيف انا الحل. انا تفضل امس اقرا. طلعت بلال بس كمان عم يكتب كيف نحل مشكله عدم تكلم اهل الجبل باللغه. تفضل استاذ موسى. انا امس طلعت ببث مباشر وتكلمت عن اهميه اللغه الكرديه، ومن الواجب تعلمها. حتى في اناس تفاجات ان في ناس من اهل ضيعتي ومن مشيرف ومن بزيت عم يردوا علي باللغه الكرديه، ان في ناس متعلمه كثير ونسبه كبيره. وهيدي بشاره منيحه. يا ريت ان شاء الله. طب كيف فينا انه هالموضوع بالنسبه لاهلنا، انه كيف فينا عم يتعلموا نساعدهم؟ هلا. مثلا اهل ضيعتي في نسبه كبيره باديمان، اهل الكفير، في من سله الزهور بزيت، في عايشين مع الاكراد بكردستان باكور، ناس تعلموا بنسبه كبيره. يعني في شباب من عندنا من الضيعه يتكلمون اللغه الكرديه، في كثير، يعني مو واحد واثنين، في كثير. جميل. هلا ابو الصبحي انت معي. ابو الصبحي تعلم اللغه الكرديه هلا بامر سهل. اولا لانك كردي، هاي لغتك، يعني راح يكون عندك شوق لتتعلمها. واحد. الامر الثاني السوشيال ميديا، اليوتيوب، الفيسبوك، مليانين قنوات وصفحات لتعلم اللغه الكرديه. فيك انت بس تكتب على اليوتيوب
كيفيه تعلم اللغه الكرديه مثال مثلا. بلال هذا جواب كمان، هذا اثنين. في عندنا أنا ما مستعلي. أنا أمس ضربت مثال خلال دراستنا بالجامعة بالسنة الأولى وبالسنة الثانية، خلال فصلين العرب صاروا يحكوا لغة فارسية، صرنا نحكي فارسي. يعني اللغة الكردية ما بتستاهل تتعب مشان السنة، تعب، وين المشكلة؟ بالضبط هذا قصدي. عم اقول لك خلال فصلين صاروا يحكوا فارسي وبيجيبوا 70% و80%، وانتبه عرب ما نون اكراد. بالضبط ابو الصبحي يعني انا بالمانيا ابو الصبحي، اللغه الالمانيه من اصعب لغات العالم، تعلمناها صحيح يعني مو صحيح. بشكل كامل لانه صادق. صعب. يمكن الواحد، انا قلت للالمان انه الواحد يلزمه 100 سنه ليحكي الماني هيك بيرفكت مثل ما عم يحكوا، ولكن تعلمناها ابو الصبحي. فيكم تتعلموا، يا ريت ما تتعلموا. مست... في تفضل تفضل. ما مستعلي، بدي اعطيك مثال. اللغة الكردية اللي بيتقنها يعني بتساعده بالدراسة. يعني أنا لما كنت تعلمت كردي تفاجأت إن في كتير كلمات هي قريبة على اللغة الإنجليزية. يعني حتى أنت لما تتعلم تكتب وتحفظ لغة إنجليزية بتصير اللغة الإنجليزية عندك هينة. في كتير كلمات بتلاقيها موجودة باللغة الإنجليزية، بتلاقي لذلك كان في شباب معنا أكراد بالأدب الإنجليزي متفوقين باللغة الإنجليزية. اي بالضبط والله. بالضبط عندهم ماست. يجب نحن عندنا ماست، يعني ماست ليفل. ما ابو طبعا صبحي صح. هو قصده على الجبل. هو في شغلتين بالنسبه للكرد المقرين بكرديته. اولا هن يساعدوا حالهم ليتعلموا اللغه. ثانيا التزاوج امر هام جدا، خاصه جسر الشغور جبل الاكراد، يعني كله جبل الاكراد قريبين من عفرين. اذا هن واهالي عفرين تزاوجوا بينات بعض، يعطوا بنات لبعض، يعني لازم تصير بيناتنا مصاهرات بهالامر. موضوع النساء استاذ موسى، اذا تصير امم مصاهرات كثيره بين كرد جبل عنا الاكراد عنا هذا الموضوع انا بدي احكي فيه. عنا كان في تزاوج، يعني مثلا كان في تبادل بيننا وبين اولاد عمنا اهل حماه واهل حماه، للان يتكلمون اللغه الكرديه. لذلك انا قلت لك ان في ناس عنا نسوان كبار وختايره لهلا بيحكوا كردي. ليش؟ نتيجه التزاوج. في تزاوج. فواز عنترات عم يقول انه اكد لك بان هناك نسبه لا يستهان بها من الكرد في مدينه جسر الشغور. 100% معلوماتك صحيحه. وغربي كرد. طبعا في عائلات كثير من جبل الاكراد ساكنين بالجبل، وهم عائلات كثيره واهمها بيت نجاري. انا عرفت ان بيت نجاري اكراد لما كنت بعيد نوروز بسريكانيه بال 2008. فقال لي حفيده لابراهيم، لخليل اغا، احد احفاد ابراهيم باشا الملي، قال لي ان بيت النجاري اكراد مليه. تفاجات. فلما رحت على جسر الشغور شفت واحد من بيت النجاري وسالته، قال لي ايه نحن اكراد مليه. قلت له والله ما كنت بعرف، مع اني من العائلات الكبيره هي بجسر الشغور. ايوه، يا ريت انت معي بموضوع التزاوج بين الكرد جبل الكرد او جبل الاكراد، وبين الكرد الناطقين بالكرديه. التزاوج راح يساعد كثير انهم يرجعوا للغتهم. طبعا طبعا. استرجاع ممتاز. اللغه ليس بالامر الصعب ابدا. يعني مخ البني ادم بيستوعب كتير معلومات، كتير كتير. يعني في الناس بتستهين بالقدرات العقلية. الإنسان عنده قدرات هائلة، بس بدها إرادة، بدها تصميم. فينك تتعلمها حتى لو بدون ما تجوزت وحدة كردية، فينك تتعلمها في كتب. يعني أيام اللي كنا بالجامعة حتى كان مثلا المعاجم متوفرة. فيربونا زماني كردي بما مستتعلم اللغة الكردية بدون معلم. فرهنجة علي سودو قراني، في يعني في معاجم، في كتب، في قصص، في حكايات. كنا نحفظ أغاني كردية مترجمة للغة العربية. يعني في كتير وسائل لتعلم اللغة الكردية، واللغة الكردية بدك تعشقها، بدك تحبها لتتعلمها. اللغة الكردية حلوة كتير. يعني أنا بحب اللغة الكردية. لغة أولا خفيفة على اللسان، ما ثقيلة. لغة صوتية وتتميز بالأحرف الصوتية، يعني اختلاف الأحرف الصوتية يغير المعنى. سهلة القواعد، قواعديا سهلة. جميلة، غنائية. لذلك تلاقي أغلب الشعب الكردي بيغني. مزبوط. صح. أبدا. صح. يعني حتى بتلاقي راعي الغنم بتلاقيه بيغني مطرب. مزبوط. فلاقي كله عنده، يعني بتلاقي يعني طبيعي أي بيت كردي بتلاقي عنده آلات موسيقية، لأن لغة موسيقية.
طب ابو صبحي يوسف من الكفير عم يقول اليوم ابو صبحي انا ما فهمت تعليقك على فيديو قرية الكفير، فلا تؤاخذني، خربطت بين اسمك وبين اسم شاب كردي كان مقيم بحلب. فأبو يوسف كان كاتب خطأ بالتاريخ أو بشيء ثاني، فعم يقول يا ريت ضيفك يصحح تاريخ الكفير من هم، رد على الفيديو يلي نشرته، يلي أنا نشرته. الكفير انا تواصلت مع الشيخ نصر وعندي معلومات مؤكده من عنده، قال لي الكفير بيرجعوا لاربع اخوه واللي هن صالحو وحسينو وعابد وجبو، هذول اخوه بيرجعوا لاسعد هيك لجد منيح واحد. أبو الصبحي، هيك منيح أبو الصبحي. هاي المعلومات من الشيخ نصر مو من عندي. بس ابو الصبحي انا كمان بالفيديو كمان يمكن ذكرتهم جميعهم يعودون الى جد واحد. ايه صحيح. يا ابو الصبحي الله يخليك، إيه مو بس عم بالفيديو رد. انا كمان قايل هيك انه جميعهم يعودون الى جد واحد، فما بعرف ايه وين الخطأ بالموضوع. على كل ليكو الاستاذ موسى حكى، ليكو ابو الصبحي موجود والاستاذ موسى موجود، يمكن كردنا من جبل الاكراد، لما بقول جبل الاكراد يعني جسر الشغور كمان. ما مستوى. ومن في شغله انت امس اول مقطع طلبته مني انا عم بعطي لمحه عن لاهلنا بالجزيره وبعفرين. في ناس فكروني عم بتفاخر او عم بحكي عن العشائر كتفاخر بالنسب او شيء، لا ابدا، نحن جميعنا اخوه. ومن باب التعلم اللي بدي يسال وجاوبته على الخاص، طبعا قلت له انه بجاوبكم على الخاص مو من باب التعالي ابدا، كلنا اخوه وكلياتنا اولاد عم، ما بصير انا بشوف حالي عليك ولا انت بتشوف حالك علي، نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم والعدوان. بس ولكن في ناس ليش ما ذكرتني، يعني مثلا عيله صغيره بتقول ليش ما ذكرتني، هذا ليش ما ذكرتني. انا اعطيت لمحه خلال 5 دقائق، عم بعطي لمحه على اهل الجزيره، وليس هدفي اني اعطي معلومات لاهلنا بجسر الشغور او قرانا، لاني تاريخ ضيعنا اذا بدك تحكي بشكل تفصيلي اقل شيء بدك ساعه او ساعتين اقل شيء. مزبوط. بدي اعتذر منهم يعني ليفهموا علي، في ناس ما فهمت علي، يعني في ناس من اهلنا عم بيقولوا ليش ما ذكرت عائلات. طيب انا عائلتي ما ذكرتها، عائلتي آل جعفر بتنقسم ل7 عائل، ما ذكرت ولا عائله ابدا، ذكرت آل جعفر جميعا، وكذلك بيت العلي قلت كل آل العلي. فآل العلي تفرعوا فصار يقولوا الفروع ليش ما ذكرتني الفروع. انا ذكرت رؤوس اقلام. ومثل ما تفضلت استاذ علي، يعني انت حسب طلب اهلنا بالجزيره وبكوبن اللي يتعرفوا وين الاكراد، شو قراهم وشو اسمائهم، اعطيت فكره بسيطه، وليس صح. كان هدفي اني التفاخر او بحكي. في ناس مفكرتني ان انا عم بتفهمن للناس، بيقول والله استاذ موسى عم يحكي من عنده، او مين طلب منك وليش عم تحكي عني وليش ما جبت سيرتي، مع انه بتكون عائلته صغيره او هو فرع من عائله انا ذكرتها. انا ما هدفي التفاخر او التعالي او بقول انا وانا وانا، لا 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 ابدا، جميعنا اخوه. انا عم بعطي فكرنا لاهلنا بالجزيره، لاني في ناس ما بتعرف اني في كرد بجسر الشغور وضيع جسر الشغور. انا عم بعطي فكره لاهلنا بالجزيره وما عم بعطي فكره لاهلنا بجسر الشغور. هاي الفكره لازم يفكروا. بالضبط. هو بلال عم يسألك، يقول يعني لو تكلمنا عن التصنيفات العشائرية والأنساب بشكل عام في الجبل والجسر، إذا ما راح تنسى عشائر، يمكن تنسى، إذا ما راح تنسى تفضل اذكر لنا العشائر الموجودة في الجبل والجسر، أما إذا ربما تنسى فالأفضل ما تقول مشان ما حدا يزعل يعني. هلا هذه العشائر، بالنسبه لعشائر جبل اكراد موجوده على التواصل الاجتماعي، موجوده على صفحتي، اللي بدي يتعرف على هيك شغلات موجوده على صفحتي بيفوت بيشوفها موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي. من اشهر تمام. العشائر بجبل الاكراد راح اذكر برؤوس اقلام مو بشكل تفصيلي: تفضل. عشيره الموشان مشان. والكيخيا اللي بسموها بالكردي كادوخا، الزركان، العبدليه، والشيخان، والعوجان، هذول معروفين بجبل الأكراد. بينما بريف جسر الشغور الشرقي في عندك الشيخان والرشوان والشدادان والملان، وفي عشائر صغيرة أكيد يعني مفرفطة هون وهون بيتبعوا لهدول الأربعة. يعطيك ألف عافية. أبو الصبحي كاتب لنا أبو الصبحي أنه مم. عابد تابع لبيت حسينو، يعني بيت عابد حسينو، هيك عم يقول. ايه مش مشكلة، عادي أستاذ عادي. موسى، أستاذ موسى ايه هالكلام موجه لك ولأبو الصبحي
ولكل كردنا بالجبل بالجسر، يعني بالجسر بدي اوجه له رسالة. تحيه لابن عمي بالكفير، اولاد عمنا ألف هذول اولاد عمنا لزم دمنا على واحد. راسنا، على راسنا اني واهل الضيعه كلياتهم، وانت وضيعتك كل اهلنا الكرد. تحياتي فانا تحياتي. في رساله يا ريت توجهها، يا ريت توجهها للشيخ نصر، شيخ عشيره الاكراد، وليكو ابو الصبحي كمان موجود. يا ريت من مواطن كردي، بس تخبروا مواطن كردي، انا يعني علي كولو، عم يبعث لك رساله يقول هو يعني تمني يا ريت انه انتم الكرد اولا تركزوا على اللغه، ثانيا تصير بيناتكم مصاهرات بينكم وبين الكرد المتكلمين بالكرديه، مو قصد بس انتم تجيبوا بناتهم، لا، تزوجوهم بناتكم وتجيبوا بناتهم كمان، يعني نحن اصلا نفتخر فيكم، لازم يصير في مصاهرات، لازم يصير في قرب. المشكله رسالتي ما لازم مست... توجهها. المشكله اني ما فيك تفرض على الشباب، يعني يقول لك الشيخ مو نصر فرض. بيقول لك اللي هو بيختار، انا ما فيني افرض عليه استاذ موسى، هاي الرساله انا عم حملك رساله للشيخ نصر، مجرد رساله، انا قلت تمني صح، تمني، راسي. لانه راح يصير خاله خارزه، راح يصير قرب الدم اكثر، يعني اقرب، فبالمحصله نتائجها راح تكون جيده، راح تكون ممتازه نتائجها. اكيد 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 اكيد. ليك تفضل. انا ليش تعلمت اللغه الكرديه واتقنتها؟ لما كنت اروح لعند اولاد عمي مثلا بتل عرن او بحما او بعفرين او بمقام شلو، مثلا بزعل لما بشوف ابن عمي وما بفهم عليه، بيقول لي لا لا اتعلم. فتعلمت اللغه الكرديه لافهم ابن عمي. معقوله يعني ابن عمي او بنت عمي بتحكي معي بلغه وبقول له والله انا ما بعرف كردي؟ كيف كردي وما بتعرف كردي؟ تعلم. فاصريت على نفسي لازم اتعلم اللغه الكرديه. يعني مثلا ايام الجامعه، اول ما دخلت على الجامعه كانت زماني من ضعيفه، نقل لك باشا. لما كنت اشوف اهل الجزيره بيحكوا كردي وعلموني، طبعا اهل الجزيره وجه لهم تحيه وكانوا اساتذتي من الجزيره لذلك بتشوف لغتي اغلب كلماتي بستخدمها جزيري، لاني الاساتذه اللي علمونا اللغه الكرديه هن اهل الجزيره. فعلمونا وكتر خيرهم يعني، واستطعنا التواصل، ما كانوا يتمسخروا علينا ابدا، لاني كان بيعرفوا اني عندي تصميم لتعليم اللغه الكرديه، فكانوا ماسكين بايدنا وعلمونا. نحن شاطرين يا استاذ علي الجزيري. طبعا عم طبعا. نمزح ما حدا يزعل. فبلال عمر عم يقول بما اني موشي، اتمنى اعرف احنا اصلنا من لواء موش، وكل اللي هناك موشان يا ترى، يعني عم يسال. انا سمعت انه اسمها حاج موشي هناك، لا هن يقولوا موشان. بلال هن بيقولوا موشان يعني صح، هن يعني من الموش، من منطقه موش في شمال كردستان. إيه. المشاهدين اذا ما في عندكم اسئله، اذا ما ضل عندكم اسئله، اذا حابب، ما في عندكم اسئله مشان ننهي الحلقه. استاذ موسى، بلال انا رديت عليه، اذا حابب ترد تفضل، بالنسبه لموضوع موشان، عشيره موشان. لا لا، انت رديت بكفي هيك، انت رديت وكفيت. ايه اخي بلال، الموضوع هيك، انا حكيت مع حفيد نوري ابو عبد الحاج العزيز، نوري عبد العزيز. الحاجي، ايه نوري الحاجي، حكيت مع حفيده، قال لي هالامر هذا، وانا خبرته انه فعلا موش منطقه كرديه في شمال كردستان. هذا هو الجواب، يعني ربما تكون اسماء عشائركم غير، موشان اسم منطقه. ابو الصبحي عم يقول، ابن العم عم يقول هاي مشكلتنا، انه ما نعرف نحكي كردي، بس دمنا كردي. ان شاء الله راح تتعلموا ابو الصبحي ان هلا شاء بيت الله. صالحه، ما بيت صالحه، انا بتذكر ببيت صالحه ابو جاسم الله يرحمه، ابوه هن بيسموه البيت الأحمر بالكفير. كان يتكلم اللغة الكردية، يعني بالكفير مو من زمان اللغة الكردية، يعني كان في ختارة بيحكوا لوقت قريب كانوا بيحكوا باللغة الكردية. بالكفير. ايه بالكفير، وبسلة الزهور كان في عندنا ختارة فيه بيحكوا كردي بالبزيت. أنا عاصرتهم يعني، مو والله من زمان، يعني أنا شفتهم، يعني مو إني والله حدا سمعت أو قال لي، لا أنا شفتهم.
بدي اعطيك مثال، مثلا ايام كانوا يجوا عندنا بالحفارات من كوباني، كان تواصل معي واحد قال لي كنت عندكم بالضيعه، قال لي كنت حاط غنيه لشيفان برور، اجى راعي غنم اسمه احمد الفندو من بزيت، قال لي طف شريط وغنى لي باللغه الكرديه غنيه طويله، قال لي والله فكرت حالي بكوباني. وابو الصبحي عم يقول انه ابو محمد عمي هو اللي هلا انت على حكيت راسي، عنه. ما عم لك هذا كان يحكي كردي، هذا اولاده معي هون، اولاده معنا كمان هون جيراني حدنا، بس دقيقوا اولاده علي. جاسم وعمر وخالد كتار ما شاء الله، مخلف 6 7، الله يحفظهم ويطول بعمرهم. الله يحفظهم. ابو صبحي، تعلم اللغه الكرديه امر جميل جدا، واللغه الكرديه لغه ناعمه جدا. ليش؟ لانه الكرد بالاساس وتاريخهم العميق هن اولاد الجبال، السهول، الوديان، الانهار. لهيك بتشوف لغتنا سلسه، تعلمها صعب، راسها صعب. فاما هي لغه سلسه، يعني عم تقول از هيفيدكم، شوف سهله كيف، ازجتا حزدكم تقولها. يعني لغه جميله ولغه راقيه، يعني يا ريت تتعلموها وراح تتعلموها. عن طبعا وصلنا لنهايه الحلقه، اذا في عندك شيء بدك تقوله ما مستاء فرموك. لا، تحياتي لك مامستر، تحياتي لك ولضيوفك ولجهودك، وبتمنى لك التوفيق دائما مامستر. تسلم، زور سپاس بو تا، زور سپاس بو آمدیا تا از ماچی چاویتتكم. خدي زاروكا بهله، لك الشكر ولا الجميع. بآخر شيء بلال عمر عم يقول مش مشاكل الجبل اللي لازم نحلها: اللغة الكردية 1، الاستعراب 2، عدم الاختلاط 3، بيجي كردستان، بيجي بلال عمر، بيجي موسى أحمد عثمان وحمو بيجي جندينوار. اشترى، بيجي اشترى، بيجي اشترى، بيجي اشترى. زور سباس هون بمين انتخشية ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرسرة وسرشافات وبخير ديميني مامستر. سلافكا سلاف جان. سباس. سرسري من سرشافي من زور سباس. باي. باي.